اكتشافات تلسكوب جيمس ويب الفضائي JWST. مجرات بعيدة. تمكن تلسكوب جيمس ويب الفضائي من اكتشاف مجرات تعود إلى أكثر من 13 مليار سنة، مما يساعد العلماء على فهم المراحل الأولى من تطور الكون. الكواكب الخارجية. ساعد التلسكوب في تحليل الغلاف الجوي لبعض الكواكب الخارجية، مما يعزز الأمل في اكتشاف علامات حياة خارج الأرض. مسبار إنسيت المريخي. رصد زلازل على المريخ. قام المسبار برصد زلازل مريخية، مما يوفر معلومات عن النشاط الجيولوجي للكوكب. درجة الحرارة الداخلية. قدم المسبار بيانات حول درجات الحرارة الداخلية لكوكب المريخ. مهمة أوسيريس ريكس أو سيريس ريكس. جمع عينات من كويكب بينو. نجحت المهمة في جمع عينات من سطح كويكب بينو وإعادتها إلى الأرض، وهي واحدة من أولى المحاولات لجلب مواد كويكبية لدراستها. مشروع أرتميس. إرسال بعثات مأهولة إلى القمر. يهدف مشروع أرتميس إلى إعادة البشر إلى سطح القمر بحلول عام 2024، مع خطط لإقامة قاعدة دائمة هناك. اكتشافات الفضاء البعيد. اكتشاف ثقوب سوداء جديدة. باستخدام تلسكوبات مختلفة، تمكن العلماء من اكتشاف ثقوب سوداء جديدة وفهم سلوكها وتفاعلاتها. دراسة الأمواج الجاذبية. تستمر مراصد الأمواج الجاذبية في رصد الأمواج الناتجة عن اندماج الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية، مما يفتح نافذة جديدة لفهم الكون. هذه الاكتشافات تسهم بشكل كبير في تعميق فهمنا للكون وتطوير التكنولوجيا والعلوم الفضائية. مهمة مسبار الأمل الإماراتي. دراسة الغلاف الجوي للمريخ. أرسل مسبار الأمل الإماراتي بيانات مهمة عن الغلاف الجوي للمريخ، بما في ذلك تكوينه وحركته الديناميكية، مما يعزز الفهم العالمي للكوكب الأحمر. اكتشاف المياه على سطح القمر. وجود الماء في المناطق المشمسة. باستخدام بيانات من تلسكوب صوفي، تم اكتشاف آثار المياه في المناطق المضيئة على سطح القمر، مما يمكن أن يدعم مهام استكشاف واستيطان المستقبل. استكشاف الكوكب القزم سيريس. وجود مياه جوفية. قدمت بعثة دون التابعة لوكالة ناسا دليلاً على وجود مياه جوفية في الكوكب القزم سيريس، مما يثير تساؤلات حول إمكانية الحياة فيه.